لما بنلاقي حد مرتاح نفسيا بنقول له يا بختك، انت جايب الروقان ده كله منين؟ انت اكيد ما عندكش مشاكل. الراحة النفسية مش معناها ان حياتك مثالية ولا لانك مش بتمر بمشاكل. الراحة النفسية معناها انك عارف تتعامل مع اللي بيحصل حواليك من غير ما تخسر نفسك. ساعات بننسى نفسينا وسط زحمة الحياة وبنحاول نرضي كل اللي حوالينا، بس بننسى نرضي نفسينا. في الأول والآخر إحنا بشر ومن حقنا نرتاح، وعشان نرتاح لازم ناخد بريك ونبعد بقى شوية عن السوشيال ميديا ونريح ذهننا من التفكير ونرجع لنفسينا شوية، نسمعها ونطبطب عليها لأنها تستحق. أيوة، تستحق. تستحق إنها تتراضى، وتستحق إن احنا نهتم بيها ونقول لها كلام إيجابي ونشحنها طاقة إيجابية وسعادة وفرح. لأن احنا لو عملنا كده طاقتنا دي هتوصل لكل اللي حوالينا وهنقدر نسعدهم ونفرحهم من غير ما نحس. احنا يا حبايبي عاملين زي الزرع، لما نهتم بيه ونقوله كلام إيجابي بيكبر وبيبقى شكله حلو وبيسعدنا. لكن لو أهملنا فيه هيموت وهيبقى شكله وحش، وخدوا بالكم في الآخر هنرميه. يبقى الأفضل نهتم بيه ونراعيه. الراحة النفسية قرار هيجي من جواك، لأن الراحة النفسية مش رفاهية، ده حقك وواجب عليك. ابدأ من دلوقتي، خد نفس عميق وابتسم.